اهلا اهلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم على طريقه تصليح المنشر. انتوا متخيلين لما حد يبقى جايب منشر ويقعد بس مرتين ينشر عليه، وفجأة وهو بينشر الغسيل عادي جدا يقع كله ويتكسر من عند المفصلة ومن الجهة التانية. المنشر ده غالي، يعني المنشر ده كان بيتباع ب100 جنيه، سبحان الله دلوقتي بقى ب630 جنيه. ومع كده هوا يعني، لو جبتي بطانية او جبتي حاجة تقيلة شوية وحطيتيها عليه هيقع. يعني متخيلين المواضيع بقت عاملة ازاي؟ شوفوا هو انا حاولت يعني، والله انا عيطت من المنظر بتاعه لما لقيته فجأة اتكسر كده. بصوا متكسر ازاي، متكسر من الجهادي. يعني والله ما اهمال مني انا، والله ما مهمله، بس المشكله اللي انا تقلت بس عليه شويه يعني، وبنشر تقل شويه. فحاولت يعني قعدت اعيط يعني ما كنتش عارفه اعمل حاجه. جوزي قال لي في فكره كده تعالي نعملها وان شاء الله هتبقى كويسه. عملها كده باللزق كده زي ما انتوا شايفين. وقف انا بس والله الفيديو الغرض اللي انا افيدكم بس كده. لو حد مر بتجربة زي دي، او حد مثلا حصل في بيته حاجة بالشكل ده، المنشر بتاعه جراله كده، يعني يبقى عارف الطريقة اللي بتتصلح بيها. احنا دلوقتي عملناها كده باللزق علشان ايه؟ يعني نثبت الجهادي. هو اتقسم الجهتين، والجهة التانية برضو دلوقتي هي اما هيجي الكاميرا عليها هتشوفوا بقى منظرها عامل ازاي. كان الحل اللي قدامنا اللي احنا نعمل لها دعامة. دعامة دي اللي هي مواسير. اي مواسير عندك من البيت، بتاعت ستاير، بتاعت اي حاجة عندك اللي هي مواضيع المواسير دي. دي كانت ستارة حمام، يعني احنا كنا جايبين دي، قلنا ايه هنعملها للحمام وما جتش عليه. فهي ليها فايدة سبحان الله، ما اترمتش. فبدأ هو هنا يحاول يوقف بس المنشر، لان هو طبعا وقع على الارض خالص. شايفين منظره من الجهة التانية عامل ازاي؟ كسر من الجهتين. يعني هو المفروض بيبقى على علامة اكس كده، فمن الجهة دي ومن الجهة التانية، يعني حتى المفصلتين، واحدة من عند المسمار والتانية من عند المفصلة التانية. فهنا كان في مسمار اهو، احنا بدأنا فكناه، وبين كل واحدة والتانية اللي هي بين كل واحدة مكسورة عمود مكسور او رجل مكسورة والتانية، بدأنا نوصل الرجلين مع بعض بماسورة. تمام. الرجل اللي هي كانت، عشان بس انا بوضح لكم الفكرة، كانت على بعضها من غير فيها تبقى المفصلة دي، قمنا حاطين ماسورة كاملة. اللي فيها مفصلة بقى بدأنا يقصها ويركب الماسورة جزء هنا وجزء هنا، ويعمل بالشنيور خرم كده للمسمار عشان ايه يقفلها كده زي كده. بصوا اهي، بصوا المنظر. انا بس عايزاكم تشوفوا إيه. الواحد ممكن فعلا يبقى جايب حاجة غالية ويفاجئ والله اللي هي فجأة وقعت ضعيفة واتكسرت، والواحد مش بيبقى واقف محتار للموضوع، ويبقى متكتف الايدين والحاجة لسه بقالها يومين. يعني والله انا نشرت مرتين عليه، كنت محبطة والله، قعدت عيطت كتير علشان يعني ازاي ابقى حاجة لسه جايباها وتتكسر كده. بس بفضل الله الواحد لما بيلاقي فكرة يعملها بتبقى الدنيا احسن كتير. هنا دي مفصلة من اول المنشر خالص، برضو فكناها علشان نفك بقى اول رجل، يعني عشان نفك اول رجل منه. هنا دي المفصلة ماسكة اتنين، ماسكة رجلين من المنشر. اللي عنده منشر داخلي كده هو بيبقى عارف الكلام اللي انا بقوله ده. إيه، واللي ما عندوش اكيد شافه في شاليهات. المهم ربنا يكرمه، قال لي ما تزعليش، طب تعالي نشوف هنعمل ايه. فبدأ يفك اول مسمار من الجهة ديت، اللي دي بتاعت اول رجل. انتوا دلوقتي هتشوفوا اول رجل ليه إيه احنا فكناها ازاي. اهو
انا بس والله عايزه، يعني انا عايزه افيدكم بقدر من الامكان من الفيديو ده. لو حد المنشر بتاعه اتكسر كده، او رجله واحده اتكسرت بالمنظر ده، يحط لها دعامه اللي هي ماسوره، يركبها فيها، هتظبط معاه كتير. انا بقى كنت الخطوه الاخيره اللي انا المفروض كنت اعملها، اللي انا ادهنه، اعمله احمر كده، عشان ايه؟ يبقى انا كده خلصت كله. اهو بصوا احنا كده اول واحده رجل ليه، بصوا مكسوره ازاي. احنا طبعا حطينا المسمار الصاموله بتاعته عشان ايه ما تضيعش مننا. بصوا احنا كنا واقفين محتارين يعني، قعدنا نجرب وما كناش عارفين هنعمل ايه، يعني ايه الحل. وبعدين حسينا ان الماسوره دي هتبقى صغننه عليه، وبدأنا نقيس ويعمل بالمنشار. بصوا مش، فهو هنا الحتة دي بقى هو فكينا الجهة التانية علشان ندخلها كبس بقى، يعني جامد، لان هي مش عايزة تدخل هنا. فكان الحل اللي قدامنا، اللي دلوقتي هيفك الجهة التانية برضو، الرجل التانية دي كده بتبقى رجل على بعضها، يعني الأولانية مع الأولانية، تمام، علشان ندخلها مع بعضها وايه ويظبط. يعني بعد ما فكها برضو، قعدنا حاولنا إيه اللي هي هتظبط ازاي. هي مش افتكاسات والله ولا حاجة، بس ايه، الواحد إيه لو عنده حاجة بيفيد بيها الآخرين بيعملها، بيقولها لهم، ايه المشكلة يعني. ف فكانت الموضوع بتاع الفكرة اللي جت لنا ديت سبحان الله ظبطت معانا، وكان عشان إيه يعني يوقف تاني المنشف على رجليه ويرجع تاني، وطلع سبحان الله أجمل من الأول. يعني كان الأول مش كده، لا هو دلوقتي كمان لما احنا عملنا له الدعامات دي طلع أجمد من الأول. ممكن تكتفي اللي انت تعمليها اهي. بصوا دي كلها رجله اهي، كلها على بعضها اللي انا قلت بقول لكم عليها اللي احنا هنعملها. هنوقف واحده من الجهه دي، والجهه التانية تقريبا كانت مكسوره برضه. بصوا اهي واحده، والتانية اهي. عشان إيه هو مكسور، ما فيش حل كان قدام خالص غير اللي احنا نعملها بالطريقه دي. فدي هندخلها كبس الجهه دي، وبرضه الجهه التانية بنفس الطريقه هتدخل برضه نفس الطريقه كبس. بصوا اخد وقت ومجهود، بس سبحان الله ربنا ما بيضيعش تعب حد. بصوا الخرم اللي هو بتاعها ده لازم تتعمل بالشنيور عشان تاخدي بالك، يعني دي هنا بيبقى فيه فتحة كده بيبقى فيها المسمار، فلازم تعمليها ايوه اهي، شايفينها؟ لازم تعمليها علشان لما هتيجي الجهة التانية إيه، الجهة التانية برضو بنفس الطريقة بيبقى فيه مسمار كده بيتربط بيه عشان تديكي علامة الاكس كده. الجهة التانية هي اللي احنا عملناها برضو، هيعمل نفس الطريقة. برضو دي كانت معوجة، يعني انا مش فاهمة، هو فجأة لقيته نملي على الارض، يعني تك نزل نام على الارض، وما كنتش عارفة اعمل ايه والله. وقفت كنت محتارة، كنت عايزة اقعد اعيط اقول لا اله الا الله، يعني انا لسه نشر عليه مرتين، طب ده انا هتبهدل كده يعني ليه كده بس. وقعدت زعلان، قلت سبحان الله، حتى لو كنت تقلت عليه ببطانية او اي حاجة تقيلة كان برضه هيحصل له نفس الحاجة. فدي اول واحدة احنا عملناها. تاني واحدة بقى ده كانت الموضوع، يعني بصوا التانية ماسكها في ايده، دي كانت الكسر الجهادي، يعني موضوع بصوا عامل ازاي يعني. خلاص كده الرجل الاولانية، بصوا بقى الرجل التانية مكسورة ازاي. والله انا بصيت ومكسورة اتنين من عند المفصل، يعني بص المفصل ده، ودي ما بتتفكش، دي معمولة زي مسمار برشامة كده بيقولوا عليه. كنت في ذهول والله، في ذهول. بصوا دي جزء، والجزء التاني اللي بيخلي رجل المنشار تبقى واقفة اتكسرت اهي، واحدة من عند المفصلة وواحدة من بعد المفصلة. بس سبحان الله الفكرة اللي اتعملت، بصوا حطيناها واحدة اهي، دي اللي هي اللي انا كنت ماسكاها في ايديا اللي هي كانت مكسورة، ودي التانية اهي اللي احنا ايه اللي انا قلتلكوا عليها مسمار برشامة، دي عند المفصل بتاعها. شايفين عاملة ازاي؟ دي اول واحدة وركبناها اهو، يعني اول واحده دخلناها ركبناها بتاع بالصاموله، وكنا ركبنا اهو، قفلتها
اول واحدة ركبت اهي، علشان ما اهو. والتانية هنعمل نفس الطريقة، اللي احنا هنحط ماسورة برضو توصل لنا الجهادي، يعني هو يعتبر مكسور 3. واحدة هنا اهي هنعمل لها دعامة برضو اهي، اي ماسورة عندك في البيت. انا بقى كانت المفروض كنت في الاخر دهناه بقى كده احمر كله، لان طبعا انا عندي كانت المواسير مش لون بعضها، ما كنتش عامله حساب ان الماتش هيتكسر. ويعني باقل التكاليف اللي احنا نظبط حاجتنا، علشان ما يعني حرام خساره الحاجه، خساره الحاجه اللي تبقى جايه عندك جديده وتفاجئ اللي هي باظت. والتانية بنفس الطريقه احنا خلاص ركبناها اهو، زي ما انتوا شايفين من الجهادي ومن الجهادي. و... ودلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الجهتين اللي هي بتاعه المسامير. المسمار لما هتربطيه من الجهادي اهو، انا عملنا جهة والتانية انا بوريها لكم اهي عشان ايه تبقوا عارفين. اهي حطينا المسمار الاتنين عملناهم اكس على بعض زي بعض اهي، وبدأنا ندخل الفتحة دي مع الفتحة دي بحيث اللي هو يبقى مظبوط. خلاص كده هو يعتبر إيه بيركب. بس طبعا هي دوختنا شوية، بس عملناها الحمد لله. خدي بالك بس من هي الفتحة دي مع يعني المسمار يبقى مظبوط فيها جامد، تقفليه كويس قوي قوي قوي. ان شاء الله يا رب محدش يحصل له اللي حصل عندي ده. وانا حبيت اوريلكوا الفكرة. وخلاص المنشر خلص اهو، وقف تاني على رجليه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الشرح والطريقة، ويا رب تكونوا استفدتوا. ولو لا قدر الله حد حصل عنده حاجة بالشكل ده، يفكر في اول حاجة الدعامات بتاعة المنشر، زي ما انا قلتلكوا، اللي هي اي ماسورة. دعامة دي اللي قصدي اي ماسورة، ممكن تقصي على قد المكان بالظبط. بس لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة بتاعتي، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هاني. مع السلامة، يا رب تكون فكرتي وصلتكم.